دلوقتي يا جماعة أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، وعندي مشكلة عويصة جدا مش لاقي لها حل، ومش عارف أعمل إيه، ونفسي وأمنيتي وأمنية حياتي إن المشكلة دي تتحل. أنا عندي صديق جعيدي، راجل جدا جدع جدا محترم جدا، في أي موقف تلقاه يوقف ويسد معاك، راجل بمعنى الكلمة، وأنا عن نفسي بحبه جدا وبحب له الخير جدا. ولكن عنده مشكلة واحدة بس، لو المشكلة دي اتحلت يبقى بني آدم بسم الله ما شاء الله عليه. المشكلة دي إنه ما بيصليش، ومش عارف اعمل ايه معاه، واتكلمت معاه كتير جدا عشان خاطر اقنعه ان هو يصلي، ولكن مش عايز يصلي. مش هو معترض عن الصلاة، او هو مثلا متكبر على الصلاة، او هو جاحد على الصلاة وبيقول انا عارف ان الصلاة فرض ولكن مش هصليها، ولكن هو ايه، يقول لك انا نسيت، او انا بنسى، او انا بكسل، او انا ظروف الحياة، او انا كذا، انا نفسي اصلي ولكن ما بقدرش. كلام كله من هذا القبيل. وبصراحة انا بعزه جدا، وهو صديقي جدا وحبيبي جدا، وانا نفسي وامنية حياتي ان انا لما ادخل الجنه الاقيه معايا في الجنه. مش عايز ادخل الجنه وابص عليه القاه في جهنم بسبب ان هو ما بيصليش. بحاول ان انا اقنعه عشان خاطر يصلي. انا عايز لما نكون الشله كلها بتاعتنا موجوده في الجنه انت تكون معانا. انا خايف عليك من النار، خايف عليك من جهنم، خايف عليك ان اولادك يطلعوا زيك ما بيصلوش وتكون سبب في انك تدخلهم جهنم. فانا طالب منكم طلب يا جماعه الخير، انكم تقنعوا في التعليقات انه يصلي، بس مش اكتر ولا اقل. ولو ربنا اكرمه وصلى يبقى في ميزان حسناتكم، ويا رب يكون سبب في هدايته وانه هو يصلي. ولو استجاب لكلامكم اللي هتكتبوه له في التعليقات، انا هطلع اعمل احسن فيديو في حياتي بشكركم فيه، واشكر رب العزة سبحانه وتعالى قبلي وقبليكم وقبل اي حد انه وفقه في انه يصلي، وهبلغكم بالكلام ده.